الوداد الرياضي غادي نتعرفوا على آخر المستجدات ديالو. الوداد اللي تيحضر للاختبار المقبل اللي يستقبل فيه شباب محمدية المنافسات ديال البطولة الوطنية الاحترافية. فريق الوداد آخر ظهور كان في المسابقة كأس التميز اللي عرفت حضور بعض اللاعبين اللي كانوا تيتسناو حضور ديالهم بشكل رسمي مع الوداد، بما فيهم عبد المنعم بوطويل وأيضا سيف الدين بوهرة اللي كانوا أساسيين في هذه المقابلة اللي انتصر فيها الوداد إلى جانب كل من أرتور وبيترينيو. وأيضا عبد المنعم بوطويل سجلوا أول أهداف ديالهم مع الفريق الوداد البيضاوي. من بعد دخل الوداد في مرحلة نظام الفيفا، مكوينة كان عنده مجموعة من اللاعبين اللي كانوا حاضرين مع المنتخبات، سواء مع المنتخب الأول أو مع المنتخبات أخرى، إلى جانب أيضا المنتخب الموريتاني بوني عمار اللي حضر أساسي مع المنتخب الموريتاني في المباراتين اللي خداها ضد المنتخب المصري اللي كان فيه بوني عمار من أسماء المهمة. أيضا جمال حركاس تبقى نقطة بارزة في هذه المرحلة اللي دارت الفيفا، اللي اعتمد عليها الناخب الوطني وليد الركراكي أساسي في جوج المباريات مهمة، خصوصا في مدينة وجدة اللي تتبقى مسقط الرأس ديالو. التحضيرات غدا بشكل عادي بحضور كل اللاعبين المتاحين عند مقونة. موعد مباراة الوداد الرياضي ضد شباب المحمدية يوم السبت 19 أكتوبر على الساعة 8 مساء بملعب العربي الزاوي بالدار البيضاء. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.